السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الواقع الجديد. القضية ديال اليوم ماشي فيلم ديال هوليوود وماشي شي قصة من رواية بوليسية، هذه واقعة حقيقية وقعت وخلت إسبانيا كاملة نايضة بالبلبلة والحرج كبير لمنظومة عسكرية. بطل القصة واحد الشاب مغربي معروف بلقب بالنسنس اللي قدر يدير حاجة كبيرة بزاف، يخترق المنظومة الأمنية والعسكرية الإسبانية وتسارى وسط واحد من أشرس المناطق الحساسة عندهم الجزر الجعفرية المحتلة. إخوان ما تنساوش لايك باش نبداو في القضية، لأن القضية بدات من اللي قرر بن لسنس يغامر ويقطع البحر سباحة من منطقة رأس الماء اللي قريبة مدينة السعيدية حتى للجزر الجعفرية اللي محتلهم إسبانيا. المسافة تقريبا 4 كيلومترات، ولكن وسط بحر مفتوح ومراقب بالرادارات والسفن الحربية والكاميرات الحرارية الذكية. ومع ذلك الشاب دارها بكل بساطة وعبر بلا ما يشوفوا لا رادار لا كاميرا ولا حتى جندي. ملي وصل الجزيرة ما تخبى ما والو، بالعكس اجلس كيتصور وكيدور فيديو بكل اريحية بحال اللي كان في دارو. المفاجأة هي أنه صادف قبور الجنود الإسبان اللي وسط الجزيرة، سلم عليهم وأعطاهم التحية وحتى قال لهم جملة واعرة بزاف: المشكل ديالنا مع إسبانيا سياسي ماشي ديني. يعني الرسالة واضحة، وراه ماشي جاي يخرب ولا يدير فتنة دينية، ولكن بغى يوصل فكرة سياسية. ما وقفش هنايا، لقى واحد الكرسي ديال عسكري خاوي، صوروا وهو ساخط هذا الكرسي غادي نخرجوا على مولاه وغادي يطردوا الجنرال الاسباني كانه يستهزأ بهم في الوجوه. الصدمه الكبيره هي ملي صور الجنود من قريب وهما ما فاقوش به، دار بحال النمس كيدور وسطهم كيدور وهما ما شافوش. ملي شكوا باللي كاين شي واحد غريب كيدور في الجزيره داروا استنفار كبير، طلعوا الهليكوبتر و3 زودياك قلبوا في الجزيرة كاملة، ولكن ما لقاو حتى أثار، تحرك بحال الشبح وسطهم واختفى. من بعد أرجع سالم غانم وحط الفيديوهات في القناة ديالو على اليوتيوب. هنا وقع الانفجار الكبير في إسبانيا. وزيرة الدفاع تحرجات، الإعلام كامل بدأ كيكتب والناس كيتسناو التفسير كيفاش واحد الشاب هاوي بلا معدات بلا خطط عسكرية يقدر يتسرب لجزيرة محروسة بأحدث التكنولوجيات ويصور براحته ويمشي بلا ما يشدو. هذا الشيء ما بقاش مغامرة، هذه فضيحة عسكرية ودبلوماسية. الإعلام الإسباني بدا كيوصف اللي وقع بالإهانة للجيش، كيتكلموا على ثغرات خطيرة في المراقبة، خصوصا وأن الجزر الجعفرية موضوع حساس بزاف العلاقة بين المغرب وإسبانيا. المغاربه من جهتهم شافوا القضيه بحال الصفعه كتشير باللي ذاك الجزر ماشي مهنيه بحال ما كيصوروا، وان السياده الاسبانيه غير احتلال بالقوه. وزاره الدفاع الاسبانيه ما لقاتش حل الا تفتح تحقيق رسمي، ولكن مجرد فتح التحقيق كيعني ان الفضيحه كبيره بزاف وما نقدروش يغطيو عليها. القضيه هذه ماشي غير مغامره شخصيه، ولكن فيها رسائل عميقه كتبين أن أي منظومة عسكرية مهما كانت متطورة تقدر تطيح قدام العزيمة والجرأة. وكتذكر الإسبان أن ملف هذه الجزر باقي حي وما تسدش، وأن أي لحظة تقدر تخرج مفاجآت كبيرة غير متوقعة. بالنسنس ما كانش عنده لا سلاح لا دعم من شي جهة غير العزيمة ديالو الكاميرا، ومع ذلك خلى صورة الجيش الإسباني مهزوزة وخلاهم مادة للسخرية في الشارع المغربي وحتى في الصفحات ديالهم، الصحافه ديالهم. الخلاصه هذه الرساله واضحه، اذا كان الشخص واحد قدر يدير هذا الشيء كامل، اش ممكن يوقع اذا كانت اراده جماعيه ورسميه لمواجهه الاحتلال؟ اش قيمه الرادارات والطائرات اذا كانوا عاجزين يكتشفوا شاب كيقطع البحر بالسباحه؟ هكا اقدر بالنسنس يحول الجزر الجعفريه لمسرحه عبثيه بطلها شاب مغربي عنده غير الجرأة والكاميرا، وضحيتها صورة الجيش اللي كيعتبروه قوي، ولكن في هذا الموقف بان ضعيف
ومضحوك عليه. اخوان الى وصلت لهنا ما تنساش لايك وبارطاج الفيديو ودعموا هذه القناه، ومع السلامه.